طيب يا دكتور حابين نعرف هو ليه اختار المكان ده بالذات يعني اللي يعمل عليه المنشأة بتاعته؟ الإجابة على السؤال ده خلّيني أجاوب حضرتك عنها بطريقة أعمق شوية. في ظاهرة اسمها تنوع العمارة في شارع المُعز، ودورها في خدمة المجتمع والحياة العامة. أكثر ما يميز العمارة الإسلامية أنها لم تكن عمارة صامتة، لم تكن عمارة جنائزية كما هو الحال في العمارة المصرية القديمة، اللي كانت دايمًا بتقدس الحياة الأخرى، فبتبني أهرامات علشان تكون مقابر للملوك، وده مش عيب في العمارة المصرية القديمة، لأ دي خاصية من خصائص العمارة المصرية القديمة. وبالتالي احنا بنتكلم عن خاصيه من خصائص العماره الاسلاميه ان هي كانت عماره خدميه مرتبطه بحياه الناس. بالتالي المهندس والسلطان بيدور على المنشاه اللي انا المفروض ابنيها، مش المنشاه اللي انا حابب ابنيها. فلو نظرنا نظره متعمقه الى شارع المعز هنلاقي ان في اسبله وفي كتاتيب، وهتلاقي ان السلاطين بنوا الاسبله والكتاتيب مترابطه او بعضها فوق بعض علشان كان عندهم نظريه بتقول ان الماء سبب الحياه والعلم سبب النجاه. فبالتالي ربطوا المنشاتين دول مع بعضهم. كان في طبعا اماكن للعباده زي المساجد، كان في مدارس، كان في بمارسان زي بمارسان السلطان قلاوون. بالتالي وجود هذه الخنقاء في هذا المكان كان ضروره اقتضتها الظروف علشان السلطان يحقق فكره التكامل المعماري ما بين المنشات اللي موجوده في شارع المعز، وهو وجود ايواء مكان لايواء الصوفيه. فبدون هذا المكان، بدون هذه الخنقاء، يصبح لا وجود لمكان لايواء الصوفيه، وبالتالي تصبح وظيفه من الوظائف التي يفترض ان تكون موجوده مفتقده في هذا الشارع. بالتالي وجود الخنقاء ادى الى اكتمال الوظائف الموجوده زي ما قلنا ما بين اماكن العباده وما بين عماره حربيه زي سور القهوه الشمالي، وما بين مدارس وخنقوات واسبله وكتاتيب. فبالتالي اكتملت الصوره وازدادت اكتمالا طبعا ببناء حمام انال اللي بيمثل نوع من انواع العماره اسمها العماره المدنيه الترفيهيه، اللي هو احنا مش بس بنقدم الخدمات للناس، لا ده احنا كمان بنهتم بالجانب الترفيهي. طيب علشان البرنامج اسمه اصل الحكايه او الحكايه من البدايه، فخليني برضه اقول لحضرتك ان المكان ده في البدايه كان جزء من القصر الفاطمي الغربي الكبير. الفاطميين لما دخلوا مصر سنه 358 هجريه بقياده المعز لدين الله الفاطمي وقائده جوهر الصقلي، بنوا قصرين، قصر اسمه القصر الشرقي الكبير وقصر تاني اسمه القصر الغربي الكبير. في ايام دوله المماليك البحريه، السلطان الناصر محمد ابن قلاوون اشترى الارض بقايا القصر الفاطمي الغربي الكبير، واقام عليه منشاه كان اسمها خان الزكاه، مؤسسه لتوزيع الزكاه والصدقات في الدوله المملوكيه في هذا الزمان. ثم بعد ذلك لما تدهور حال المنشاه واصبحت غير مستخدمه، اشتراها ايضا السلطان برقوق واقام عليها الخنقاء بتاعته، زي ما شرحنا سابقا ان جزء من التكامل المعماري ما بين العناصر اللي موجوده في هذا المكان. خلينا برضو نقول ان فكره بناء الخنقوات كانت ايضا من تاثيرات الدوله الايوبيه على دوله المماليك، وان اقدم خنقاء موجوده لدينا في القاهره الاسلاميه او في القاهره الفاطميه او في مدينه القاهره بصفه عامه التاريخيه هي خنقاء سعيد السعداء اللي مبنيه سنه 596 هجريه وتنسب الى شيخ كنيسه